الحاجات اللي ساعدتني جدا ابطل اتفرج على مسلسلات هي فكره ان هما بيشوفوا شغلهم وانت بتضيع وقتك. لو شفت اي حد من الممثلين في اي انترفيو وسالوه اتفرجت على نفسك، شفت نفسك، ايه رايك في المسلسل كذا، ايه رايك في الزميل عمل كذا، يقول انا ما اتفرجتش عشان كنت بصور. يعني الممثل نفسه اللي بيعمل المسلسلات اللي في نفس الاندستري ما بيتفرجش، وانت قاعد بتتفرج وعامل جدول بالمسلسلات. انت حرفيا بتضيع رمضان وبتضيع وقتك وبتضيع مذاكرتك وبتضيع شغلك وبتضيع مستقبلك عشان تحط فلوس في جيب ناس تانية، غير كل الذنوب اللي انت بتاخدها. طبعا هتقولي طب ثواني، ما هي نفس الحاجه اللي انتوا بتعملوها، انتوا بتعملوا فيديوز وبتشوفوا شغلكم واحنا بنتفرج وهي نفس الحاجه. عندك حق فعلا، هي نفس الحاجه. وانك تتابع حد على السوشيال ميديا مش بيضيف لحياتك ومش بيطورك لقدام ومش بيشجعك تعمل اي حاجه، وكل مهمته في حياته ان هو يحسسك ان انت قليل وان انت وحش، اعمل له انفولو. انا نفسي لو مش بفيدك باي حاجه اعمل لي انفولو. وكتير جدا اتكلمنا عن فكره ان انت تستخدم السوشيال ميديا لصالحك وتستفيد منها وتماركت لنفسك، وكمان الناس اللي انت بتتابعها هتفيدك وتفرق معاك. ده موضوع تاني ممكن نبقى نتكلم فيه بشكل اوضح مره تانية. بس المسلسلات مش بتفيدك ولا بتفرق معاك في اي حاجه، بل بالعكس بتضرك. والفكره اللي عايزه احطها في دماغك وخليك تطلع بيها من الفيديو ده هي ان انت قاعد بتضيع وقتك وبتتفرج على ناس قاعدين بيشتغلوا، هم قاعدين بيشوفوا شغلهم وبيكسبوا فلوس، وانت قاعد بتضيع في وقتك وفي حياتك وفي ثواباتك. فتخيل قد ايه انت شكلك مضحك ومزري ومضحوك عليك.